السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم رجل من أقصى المدينة. النهاردة هحكي لكم عن أول زيارة ليا لوادي سعال. أول ما وصلت هناك لقيت البيوت لسه ما اتشطبتش وبعضها متكسر. اللجنة قالت إنها خلال شهر هتسلمنا البيوت، أما الأرض فالحمد لله استلمناها رسميا. وقبل ما أبدأ أحكي لكم عن أول زيارة ليا لوادي سعال واستلام الأرض، أحب أوجه كلمة شكر للجنة اللي سلمتنا الأرض. بصراحة تعبوا معانا، والناس كانت شغالة من الصبح لحد آخر النهار عشان تسلم كل واحد أرض. لازم نقول كلمة حق، الناس دي بذلت جهد كبير وربنا يجازيهم خير. الجو كان كله حماس والناس نفسها تبدأ وتزرع. في ناس استلموا ومشوا على طول، لكن أنا قررت أقعد يومين عشان أشوف بعيني الوضع على أرض الواقع. وساعتها اكتشفت إن موضوع الزراعة هناك مكلف جدا. اللي زرعوا في المرحلة الأولى زرعهم نجح، والمية هناك عذبة وممتازة وشربنا منها. الأرض صالحة 100% للزراعة. شفت فيديوهات هناك لمزارع الناس، منظر يفرح بسم الله ما شاء الله. لكن خلي بالك، أنا شفت الزرع بعد ما كبر، ما شفتش الفلوس اللي اتدفعت ولا التعب ولا المجهود اللي اتبذل عشان يوصل للشكل ده. وهنا يجي سؤال، هل المحصول غطى التكاليف؟ هل المزارع طلع كسبان ولا خسران؟ الحقيقة إن التكاليف عالية جدا. الزراعة مش بس أرض ومية، المحاصيل محتاجة تسويق. يعني قبل ما تزرع لازم تسأل نفسك، هبيع فين؟ هل السوق مفتوح للمنتج بتاعي ولا لأ؟ وأحب أديكم مثال من تجمع طويل الحامض. تاجر راح للمزارع وبص على المحصول في الأرض وقال له المحصول ده ب50,000 جنيه. المزارع لما حسب لقى نفسه هيخسر وهيدفع من جيبه، قرر ما يبيعش. خد المحصول بنفسه ونزل يبيعه في السوق. باع المحصول ب100,000 جنيه. هل كسب؟ لأ، هو حقق التعادل، رجع اللي صرفه من غير أي أرباح. وكمان أعرف ناس تانية صرفوا حوالي 300,000 جنيه على الأرض والنهاردة ما بقوش يروحوا التجمع. وعشان كده نصيحتي، ما تغامرش من الأول بمساحات كبيرة. ابدأ صغير، جرب وشوف بعينك، هل السوق موجود؟ هل فيه عائد ولا لأ؟ اوعى تفتكر إن الأرض أو المحاصيل هتغنيك من أول سنة، بالعكس، أول كام سنة هم أصعب وأكتر سنين محتاجة صبر ومصاريف. وما تخليش الحماس يخدعك. في ناس بتقول خلاص يا عم، أنا مش هزرع محاصيل، أنا هزرع زيتون والزيتون سهل. أجيب عامل يفتح المحبس ويقفله واديله 1000 جنيه في الشهر. بس خليني أقول لك الحقيقة، اللي يفتح المحبس ويقفله مش هيتابع الشجر، مش هيمر يشوف النقطات شغالة ولا لأ، مش هيشوف فيه شجرة عطشانة ولا تعبانة، ولا حتى هيحط سماد. هو هيفتح من على السكة من بره ويقفل ويروح، والنتيجة تلاقي شجرة كويسة وجنبها شجرة نشفت وماتت. طب واحد يقول خلاص يا عم، أنا هجيب عامل يقعد في المزرعة ليل نهار ويشتغل عندنا بس. ماشي، بس تعالى نحسبها. العامل هيقعد ليل نهار، ده أقل حاجة محتاج 9000 جنيه في الشهر، يعني في السنة حوالي 108,000 جنيه. ضيف عليهم مصاريف الأرض نفسها، سماد، رش، شبكة، ري، انتقالات. هتلاقي نفسك داخل بسهولة في 150-200 ألف جنيه سنويا. طيب ممكن كل اتنين يشتركوا في عامل واحد ويقسموا راتبه بينهم. يعني لو العامل بياخد 9000 في الشهر، كل واحد فيهم يدفع 4500 جنيه. كده التكلفة هتقل. لكن خليني أقول لك برضه، وجود عامل مش كفاية. لازم أنت شخصيا تروح أرضك على الأقل مرتين في الشهر، تقعد يومين تبص على الزرع بعينك، تتابع المية، تشوف السماد اتوزع صح ولا لأ. لأن في الآخر مهما كان العامل شاطر، الأرض محتاجة عين صاحبها. ولازم تبقى عارف إن الزيتون مش هيجيب إنتاج يغطيك من أول سنة ولا حتى تاني سنة. أنت محتاج على الأقل 4 سنين لحد ما الأشجار تبدأ تديك إنتاج يرد عليك. والسؤال هنا، هل عندك استعداد تدفع كل سنة 150,000 جنيه لمدة 3 أو 4 سنين من غير ما تستنى عائد؟ لو يبقى تمام، لكن لو مش قادر يبقى لازم تعيد التفكير قبل ما تخطي خطوة كبيرة. طب في ناس بتقول طب خلاص أجيب قرض 300,000 جنيه وأزرع الأرض. لكن الحقيقة القرض مش لعبة، القرض فلوس مستحقة بميعاد ثابت. يعني البنك مش هيستنى معاك 4 سنين لحد ما الزيتون يطرح. انت في أول سنين الزراعة بتصرف ومفيش عائد،
فازاي هتسدد الأقساط؟ اللي يعمل كده غالبا بيتزنق ويضطر يبيع الأرض أو يتنازل عنها عشان يسد الدين. ده غير إن المشروع نفسه لسه جديد ولسه بيتكون، فأخطر حاجة تبدأ بفلوس مش بتاعتك. طيب ممكن واحد يسألني، طب يا عم أنا ما معيش فلوس أبدأ خالص، أعمل إيه؟ لو ما معكش فلوس خالص تقدر تشارك واحد بالمال وإنت بالمجهود، بس أهم حاجة تكتب كل صغيرة وكبيرة في عقد يضمن حقك ويضمن حق. من غير ورق تعبكم هيروح على الأرض. في ناس ممكن تقول لي يا عم انت كده بتحبطنا، انت محبط. لكن الحقيقة انا لا بحبطك ولا حاجة، انا بقول لك الحل. طيب ايه هو الحل؟ الحل في كلمة واحدة، الاستقرار. يعني تروح وتقعد في التجمع، لكن برضه مش كفاية انك تقعد هناك وتزرع وخلاص. الزرع مش هيدفع فواتيرك، الزرع مش هيغطي مصاريف بيتك، الزرع مش هيصرف على أولادك. لازم يكون عندك مصدر دخل تاني غير الأرض. طب ده هنعملها ازاي؟ الدولة وفرت محلات في قلب التجمع، ممكن تفتح سوبر ماركت أو ورشة أو أي خدمة للناس اللي عايشة هناك، اللي يجيب لك دخل ثابت تعيش منه، والزرع يبقى استثمار طويل المدى. وكمان الاستقرار مش هيقف عند كده. لو فعلا استقريت هتلاقي نفسك بتفكر في مشاريع تانية جنب الزراعة، تربية دواجن، تربية مواشي، تربية خرفان. الحاجات دي هتاكل مخلفات الأرض وتتحول لفلوس ومصدر دخل إضافي. يعني باختصار الاستقرار هو المفتاح، هو اللي يخليك تبني بيتك وتزرع أرضك وتعمل مشروعك وتحقق هدف الدولة من المشروع. وهدف الدولة من المشروع إنك تستقر وتنمي. فاكرين الباشمهندس علي الديري اللي كان بيساعد الناس في التقديم على أراضي التجمعات التنموية؟ كان دايما بيقول حتى لو ما فزتش في القرعة أنا هروح وأعمر في سينا. والحقيقة إن هو فعلا وفى بوعده وراح التجمع وعايز ياخد بيت ويستقر في قلب التجمع. ومن ضمن أفكاره بيقول لو خدت بيت هنا بالإيجار هعمل فوق السطح صوبة شبك النت وازرع شتلات وبيعها للناس. يعني تقدر تبدأ مشروعك صغير وتستفيد حتى قبل الأرض ما تكون جاهزة. الخلاصة كلها في كلمة واحدة، الاستقرار. الاستقرار هو المفتاح. لازم تعيش جنب أرضك وتتابعها، وما تبدأش بمساحات كبيرة. ابدأ صغير وجرب، وما تعتمدش على الزراعة بس، لازم يكون عندك مصدر دخل تاني ثابت. ابعد عن القروض لأنها هتغرقك. فكر في مشاريع جانبية، محل دواجن، مواشي، صوبة، شتلات. الزراعة استثمار طويل المدى. وفي الآخر يا جماعة ده مجرد رأي وتجربتي، لكن القرار قراركم انتوا. كل واحد حر يشوف طريقه. ده ديمقراطي. ايوه اقول لكم ايه اكتر من كده يعني. يا سلام، انا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق انا عمري ما شفت واحد منهم في بلد. لا دي مسألة ما انسكتش عليها ابدا. هو راح فين؟ ايه اللي ديمقراطي دي؟ طلع ولا مؤاخذة ديمقراطي. جالك كلامي. ايوه بس احنا لازم نتوبه ونستفيد تواب. استنونا في الحلقات الجاية. رجل من قلب المدينة. وهنا ممكن حد يسألني ليه ختمت المرة دي برجل من قلب المدينة مش من أقصاها؟ أحب أقول لك أنا بقالي 6 شهور ماشي من أقصى المدينة، ولازم في يوم أوصل لقلبها. امبارح كنا في أقصاها، النهاردة في قلبها، وبكرة الله أعلم. تابعوا الرحلة من أول ورقة عملتها في السجل المدني لحد زراعة أول شجرة زيتون. السلام عليكم.